مفيش جديد. طبيعي الزمالك بعد اي انتصار او بعد اي انجاز لازم يتفنن في الفشل، ويتفنن او ادارته يعني بمعنى صح تتفنن في انها ازاي توقع الفرقة والنادي وتعمل القرارات الغلط واللي تؤدي حتميا للفشل. جون ادوارد بيمشي، هحكي لك التفاصيل دلوقتي، ولكن القرار النهائي ان هو مشي من النادي. مشيت الراجل اللي جاب لك دوري من العدم، كان السبب التاني بعد جمهور. الراجل اللي لأول مرة في تاريخ الزمالك يعرف يقفل على الفرقة فعلا، ما تبقاش مواحة في الإعلام بالشكل اللي كلنا كنا بنشوفه. الراجل اللي عرف يسحب الفرقة من الميغا بتاعت 100 عقبة والأعضاء والعيال التيك توكرز واصحاب اللعيبة والدنيا دي، الناس اللي هي همها مصلحتها لا اكتر ولا اقل، ولا هممها الزمالك في شيء يعني. لان عايز اقول لك ان نص اعضاء النادي دول اعضاء الجمعيه العموميه اللي هم كانوا بينتخبوا مرتضى منصور وبينتخبوا فلان وعلان، الناس دي هم هممها النادي والمطعم الرخيص والشمسيه ولا كوره في دماغهم، ونصهم اهلاويه اصلا، ودي حاجه معروفه للجميع يعني، مش جاي اقولها لك النهارده يعني. جون ادوارد قدر يسحبهم من البيئه دي ويضربهم بعيد عن الفرقه، جاب صفقات كويسه، اكيد صفقات خيشت، بس يعني اكيد ما جابلكش ناس زي مشلاك وعمر فرج مثلا يعني. ما جابش ناس بهذا المستوى، وما جابش ناس بالفلوس الكتير قوي دي. حتى اللعيبه اللي خيشت كانت على قد ثمنها من الاخر يعني. في الاخر هو جاب لك مثلا بيزيرا وعدي ومحمد اسماعيل، دول كانوا من اهم الاسباب، وعرف يجدد لعبد الله، دول كانوا من اهم الاسباب ان انت خدت الدوري. المشكله الرئيسيه اللي جون مشي عشانها هي انه عايز طلباته تتنفذ قبل بدايه الموسم. انا عايز 1 2 3، معظمها ماديه ومش ماديه ليه يعني، ماديه للفرقه، والاداره لا والله هو ده اللي عندنا. طيب ده السبب الاضعف. ايه السبب الاقوى؟ ان ممدوح عباس مش عايزه. ليه ممدوح عباس مش عايزه؟ عشان ممدوح عباس عايز يصرف بطريقه معينه، وجون ادوارد عايز يصرف بطريقه معينه. ايه هي طريقه ممدوح؟ طريقه ممدوح ان انا بحب عمر جابر هديله فلوس، وبحب عواد هديله فلوس، وبحب فلان هديله فلوسه. فجون ادوارد لا، انت تديني الفلوس بما ان انا المدير الرياضي المتحكم في موضوع المستحقات، وانا هوزعها التوزيع العادل عشان الفرقه تمشي، عشان ما يحصلش مشكله جوه اوضه اللبس ان لعيب بياخد 10 مليون مثلا يقولوا على طول من ممدوح عباس، ولعيب عليه 2 مليون بقاله سنتين ما خدهمش. هو عنده حق في دي اداريا، ولكن ما تقدرش تغلط ممدوح عباس، يقول لك دي فلوسي انا اللي بصرف. ودي المشكله الاكبر، ان احنا معتمدين على واحد بيصرف علينا او على النادي يعني، فهو بمزاجه في الاخر. صحي قافش من الناس مش هصرف، صحي مزاجه حلو هصرف، وهكذا. ولا انكر ان ممدوح عباس ده اكتر بني ادم ساعد نادي الزمالك في التاريخ وفي حياته ماديا وفي كل شيء، ولا انكر حبه الشديد للنادي، ولكن طريقته كانت غلط. جون حاول يعدل الطريقه دي معرفش. في الاخر عرفنا ليه لحد النهارده الفرقه ما اتمرنتش، ليه لحد النهارده معتمد جمال كان قاعد ما راحش نادي، وكانوا بيتكلموا مع اجانب كده، هو لسه قاعد عادي. فهمنا كل ده ليه؟ لان كان لسه في خناقه اصلا ان جون قاعد ولا لا. في الاخر الاداره من ضعفها وفشلها هي خدت صف ممدوح عباس ان هو اللي بيصرف. انا دلوقتي لو خدت صفك يا جون وما خدتش صف ممدوح، هنجيب لك الفلوس منين؟ احنا اصلا افشل من الفشل، هم نفسهم عارفين احنا افشل من الفشل، والجمهور كده كده مش طايقنا، واحنا فاضل لنا سنه وهنمشي. عملنا كل حاجه هنمشي، فشلنا هنمشي. فهي محصله بعضها، هي بالنسبه لهم كده، وهي ميغا وهتبدا بقى ارض تانية وفلوس تانية واخدين دوري وهنلعب افريقيا، زي ما هم فضلوا مستخبين طول الموسم اللي فات كده، وظهروا في نهائي الكونفدراليه وكانوا وشهم فقر على اللي جابونا، وظهروا في نهائي الدوري، وظهروا ايه في اللقطه بتاعه الاحتفال. لكن هو طول ما في مشاكل البس زي السنه اللي فاتت، في مشاكل والفرقه مش باين لها صاحب، البس يا جون. بدات الدنيا تزهزه وتمشي، تعالى نتصدر المشهد ونفشل الفرقه تاني. بس دي قصه جون، راجل محترم لحد اخر وقت، اشتغل نتائج بانت. هيقدر بالسنه دي يروح يشتغل سبورتنج دايركتور في اي حته، في افشخ حته في الدنيا، وهو حاطط رجليه، وهو فعلا راجل شاطر. خسرناه للاسف. انا بقول لك الفرقه هترجع تفك تاني، الاخبار ترجع تسرب تاني، المؤشرات مش في صالحنا.